ازيكم؟ قبل رمضان بقى عايزين نعمل كده شويه اكلات اقتصاديه، يعني نفتكر كل الاكلات الاقتصاديه ونعملها اليومين دول بالاخص. النهارده هعمل معاكم كشري بعدس اصفر، هقول لكم ازاي. هو ما بياخدش اي وقت خالص ولا اي مجهود، لكن هقول لكم شويه تفاصيل كده يطلع معانا مفلفل، لان ناس كتير جدا بتشتكي بتعمله وما بيطلعش معاها مفلفل. وكمان بقى لو سلقنا كام بيضه كده معاه هتكون وجبه بروتين كامله. يلا بينا بسرعه نبدا في الوصفه. اول حاجه هنجيب حاجه تكون واسعه، لان كل ما تكون حاجه واسعه كل ما تكون التسويه بتاخد راحتها والكشري بيطلع معانا مفلفل. شويه زيت وشويه شعريه هنحمرها بقى حلو لحد لما توصل معانا للون الذهبي. تمام كده وصلت للون المطلوب. هتكون بقى نقعين قبلها كوبايه من الرز، وتكون قبلها نقعينها. وكمان هنصفيها كويس جدا من الميه وهننزل بيها على الشعريه، نقلبها كده تقلبتين. والبهارات اللي احنا هنضيفها شويه ملح وشويه كمون، هي دي كل البهارات اللي احنا هنضيفها على الكشري بتاعنا. وبعد كده طبعا لازم نضيف عليها ميه مغليه، ما ينفعش ان احنا نحط ميه بارده علشان ما يعجنش معايا. هننزل بقى بالميه المغليه وهنسيب الرز بالشعريه، مش هنغطيه لحد لما على النار عاليه لحد لما يشرب كل الميه اللي احنا ضفناها ليه، او مثلا 3/4، يعني عايزين ربع بس كميه الميه. بعد كده هنغسل بقى العدس الاصفر، هنغسله غسله سريعه مش هننقعه ولا اي حاجه. بعد ما يشرب الميه هننزل بالعدس الاصفر، بعد كده هنغطيه على نار هاديه جدا. الطريقه دي يا جماعه استحاله ان هو يعجب معاكم، هيطلع مفلفل وطعمه حلو جدا. هنجيب بقى شويه طماطم كده متقطعه وهنعين منها البذر، وشويه فلفل اخضر، فص من الثوم، شويه ملح، شويه كمون، كمان شويه خل وعصير ليمون. دي بتبقى جنب الكشري، بتبقى حلوه جدا وبتفتح كده النفس. وبكده بقى ايه هنروح للكشري كده خلاص استوى معانا. بصوا يا جماعه مفلفل جدا، كل رزايه كده برزتها، والعدس لوحده والرز لوحده، بجد خطير. عمره ما هيعجن معاكم ابدا لو عملتوه بنفس الطريقه اللي انا قلت لكم عليها ديت. بس هنيجي بقى هنقدمه نسلق شويه كده بيض ونحطه على الوش. بص شكله بجد حلو جدا. ممكن كمان بقى نعمل جنبه الصلصه اللي هي بتاعت الكشري، اللي هي العاديه جدا، اللي هي برضو بتوم وبخل مع الطماطم دي. واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.